قصة اليوم على واحد القضية اللي شغلت الرأي العام في كندا، والكل كيبحث على إجابات من بعد وفاة شابة هندية عمرها 19 عام فقط في أحد أكبر المتاجر اللي موجودين في كندا واللي سميتو والمارت. السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال، وعلى بركة الله نبداو القصة ديالنا. غورسيمران كور شابة عمرها 19 سنة غادي تلقى متفحمة في الفرن ديال المخبزة ديال والمارت، والمؤلم في هذه القضية هو أن الأم ديالها هي اللي غادي تلقى الجثة ديالها في الفرن. الضحية والأم ديالها غادي ينتقلوا لكندا منذ عامين بحث عن حياة أفضل. بداو الخدمة أيام قليلة من بعد وصولهم، حيث كان الهدف ديالهم هو أنهم يجيبوا الأب والأخ اللي كانوا مازال عايشين في الهند. أم الضحية غادي تبدا تقلب على بنتها من بعد ما شافتهاش لمدة ساعة، بحكم أنهم كانوا كيخدموا في نفس والمارت. غادي تسول الناس اللي خدامين معها، ولكن كلهم أكدوا لها أنهم ما شافوهاش. غادي تبدا تتصل فيها في التليفون، ولقات التليفون ديالها مغلق، وهذا الشيء كان على غير العادة، حيث بنتها كانت دائما كتخلي التليفون مفتوح. بدات الأم كتشعر بالقلق وأن شي حاجة واقعة لبنتها. غادي تبدا تقلب عليها في والمارت كامل، وغادي تمشي للمخبزة وبالضبط لهداك الفرن اللي كيطيبوا فيه الحلويات والمخبوزات الى غير ذلك. غادي تحل هداك الفرن، وهنا غادي تشوف أسوأ منظر ممكن لأي أم تشوفه. غادي تشوف الجثة تاع بنتها متفحمة بالكامل داخل هذاك الفرن. من هول الصدمة الأم غادي تطيح في الأرض. غادي يجريو العمال اللي شافوها وغادي يشوفوا حتى هما الجثة ديال الشابة. غادي يتصلوا مباشرة بال911 اللي غادي يوصلوا الشرطة وسيارة الإسعاف. غادي يتم نقل الجثة وغادي تبدأ التحقيقات في عين المكان مع الموظفين مع أم الضحية. من بعد ما قدموا لها الإسعافات الأولية، الشرطة كانت متحفظة كتير في إعطاء أي معلومة على هذه القضية حتى يكملوا التحقيق بصفة نهائية. وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال النظريات تبان على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تيك توك، كل واحد واشنو تيقول. كاين اللي كيقول بان الام عندها يد في هذه القضيه، بحكم انها هي اللي اكتشفت الجثه، كيفاش تعرفت انها كاينه في الفرن. وكاين اللي كيقول انها تعرضت لجريمه قتل ومن بعد حطوها في هذاك الفرن باش تبان جريمه عاديه، بحكم ان هذاك الفرن قالك ما يمكنش يتسد على شي واحد الا دخل داخل، خاصه هو يسدو بيديه او لي يسدو شي واحد اخر من برا. وكاين اللي قال انها ربما تكون انتحرت. ومن بعد شهر على وفاة غور سيمران، الشرطة غادي تستبعد فرضية القتل العمد، وغادي تقول أن وفاتها كانت غير مشبوهة، وأنه ما كاين حتى شي دليل كيدل على وجود عمل إجرامي. وقالوا أيضا أن التحقيق كان معقد بزاف، وأنهم استندوا فيه على المقابلات اللي جراوها مع العمال ديال والمارت، وكذلك على لقطات الكاميرا، وما تبين لهم حتى شي مشتبه فيه. وقالوا بأن كاينين بزاف ديال الأسئلة اللي كيطرحوها الناس، ولكن ما يقدروش يجاوبوا عليها حاليا، وحتى ما قدروش يحددوا طبيعة الوفاة. الأسرة والمجتمع الكندي مازال كيتسناو أجوبة على الأسئلة ديالهم من طرف الشرطة، وما اقتنعوش نهائيا بهذا البيان اللي قالته الشرطة، وبغاو توضيحات أكثر حول الموضوع. القصة ديالنا غادي تسالي هنايا، وكنبغي تشاركوني الآراء ديالكم حتى نتوما حول هذه القضية. واش فعلا كان الموت ديال غور سيمران حادث أو كان مفتعل؟ إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.